السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز. انا ظهرت النهارده في الدرس عشان قلت طالما في الشارع تبقوا معايا في الشارع. درس النهارده ان شاء الله هتشوف حاجه في اليوتيوب هتفيدنا كمصممين، او لو مش مصمم يعني برضه هتفيدك، ولو حتى كنت عارفها كنت هتبقى مش عارف ايه فايدتها. هنتعرف فايدتها قريب. تابع مع الدرس. قبل ما نبتدي الدرس احب بس افكر الناس افكر الناس بايه حاجه حلوه افتكرتها دلوقتي. قبل ما ابتدي الدرس احب افكر كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي ان هي تخش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك للفيديو ده بعد ما يخلص، يعني بعد دقيقتين 3 لان الفيديو مش طويل يعني. موضوع النهارده هو اللي في اليوتيوب ده. فلنفترض ان انت كمصمم او مش مصمم زي ما قلت في اول الفيديو، بس فلنفترض ان انت كمصمم دخلت مثلا وعايز تدور على دروس فوتوشوب. انا عن نفسي لما باجي ادور على دروس فوتوشوب بقعد ادور كتير، ادور مش علشان حاجة، بس علشان على حسب يعني على بال ما بلاقي الحاجة اللي تعجبني. فبفضل اقلب وانزل واقلب وممكن توصل بيا ان انا اوصل لحد الصفحة التالتة. فبتبقى انت بعد ما بتلاقي الفيديو بتنسى انت لقيته فين، وبتنسى انت كتبت ايه، ومثلا تروح داخل على الفيديو وتقعد تتفرج. وانت بتتفرج يا اخي سبحان الله العظيم من غير ما تقصد تروح لاقي نفسك فجأة وانت بتدوس راح تقفل الفيديو. يا منتهى الاحساس بالحسرة والندم. طب اعمل ايه؟ انا لا فاكر انا كنت كاتب ايه، ولا فاكر انا يعني لقيته في انهي صفحة. حتى لو افتكرت انت كنت كاتب ايه انا مش فاكر انا كتبته في انهي صفحة. طب انا عايز ارجع تاني للدروس دي، طب اعمل ايه؟ على الشمال هنا في اليوتيوب هتلاقي اللي التلات طبقات اللي جايلهم جنب بعض اللي جنب اللوجو دول. ده لو انت عامل حساب. مش عارف لو مش عامل حساب في الفيس في اليوتيوب هتلاقيه ولا لا. هتلاقي من ضمن الحاجات الهوم والماي تشانل والاكثر شهرة على اليوتيوب واللي انت عامل لهم سبسكرايب نزلوا ايه، وحاجة اسمها الهيستوري او اللي هو التاريخ بتاع بحثك. يعني التاريخ بتاع بحثي لما تخش عليه هتلاقي ان انت كل فيديو دخلت اتفرجت عليه هتلاقيه متسجل لك في القائمة اللي تحت بعضها دي. اهو ده الفيديو اللي انا شرحت لكم عليه ان احنا دخلنا عليه، اللي هو رفع الصورة على الفيس بجودة عالية. بس كده ان انت انا عملت الفيديو ده مخصوص لان ضاع مني دروس كتير بسبب كده. واحيانا كنت بحطهم في البوك مارك بتاعت او الفيفوريت على حسب اسمها في المتصفح. بس انا اكتشفت ان دي افضل طريقة ان انت بتلاقيها محطوطة لك. ده غير ان هي بالتاريخ محطوطة بالاسم والثامبنيل، ان انت مش محتاج ان انت تتعب تاني او تدور تاني. بس كده كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. حلقة النهاردة يعني ما فتحناش الفوتوشوب اساسا، بس حاجة قلت اكيد هتفيد ناس كتير. السلام عليكم.